تروح ما حدش يقدر على وحش حتى لو اختلف، يعني ممكن، يعني ده وجهه نظري. الاغنيه الحلوه اول ما المطرب لو سمعها على الترابيزه لو عجبته هياخدها. في بعض المطربين انا مش عارفه ده بيبقى المطرب ولا الشاعر، حضرتك بقى صلحني. اتفضل. حتى لما بيحب حزين، يعني حتى وهو بيقول كلام حب كئيب. طبعا فاهم ازاي؟ فاهم. وما عندوش في الحب، يعني ما تحسوش فرايتي، ما عندوش فرايتي. يعني وفي واحد كده تسمعه تفرح وتحب طبعا، وفي واحد تسمعه طبعا تحزن، وممكن تبقى بتحب برضه بس طبعا. في جزء شجن كده وحزن معين هو ماشي بيه ما بيغيروش. تمام. ده بيبقى مطرب ولا شاعر؟ لا دي بتبقى غلطه شاعر. في شاعر بيبقى متاثر بحد سبقه فيبدا يقفش ال 15 20 لفظ اللي هو كتب فيهم الزمن والدنيا والدموع والحب والوجع ده بيبقى اول طريق الفشل. حتى لو نجح في حاله مش هينجح تاني، لان هو بقى زي الممثل اللي بيقدم نفس الشخصيه بقاله 20 سنه. البلطجي خلاص، الناس ضابط شرطه طالع. يعني كان عندنا في السينما المصريه نماذج من يوم ما بدا لحد ما انتهى حتى لو هو سنيد ضابط. فخلاص هو بقى على السيستم بتاع المخ كده. لا طبعا دي غلطه شاعر. لكن انا مثلا لما باجي اكتب اقول لي طب ما انا عملت دي مثلا لفلان، الحاله دي ايه الجديد فيها؟ فلازم الابداع ان تاتي بما لم ياتي به غيرك. انت لازم تجيب حاجه جديده. ما هو انت زي فريق الكوره، لو في مدرب شاطر قاعد وفي لعيب شاطر هينزل البديل ليه؟ هو مكمل. فلازم انت عشان تخلي بالك الوسط الفني